متابعينا الأوفياء، إذا نتواجد صباح اليوم الخميس 10 غشت 2023 بدار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة تارودانت، وذلك من أجل تغطية فعاليات الاحتفالية التي تقيمها عملة إقليم تارودانت بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. تابعونا. نحتفل اليوم باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار الشباب والمغاربة بالخارج انتظارات وإسهامات، وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية الراهنة لبلادنا. وخير ما نفتتح به هذا الاحتفال آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الدكتور عبد العزيز أيمون، فليتفضل مشكورا. كلمة ترحيبية للجالية المقيمة بالخارج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس مجلس الإقليم المحلي لتارودانت، السيد رئيس مجلس إقليم تارودانت، السيد رئيس جماعة تارودانت، السادة الباشوات ورؤساء الدوائر، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة مدراء المؤسسات البنكية، السادة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، السادة رؤساء الأقسام الكتاب العملية بالتارودانت، السادة ممثلي المنابر الإعلامية المحلية. فقد تم وضع كل الترتيبات وتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات من طرف كل المصالح الإدارية ذات صلة بهذه الشريحة من رعايا صاحب الجلالة، وذلك لضمان تيسير دخولهم إلى أرض الوطن وتسهيل ومعالجة قضاياهم أثناء تواجدهم ببلدهم الأم في إطار القوانين الجانبية العامة. حضرات السيدات والسادة، امتثالا للتوجيهات السامية والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتقديرا للدور المركزي لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج في الدفع بالتنمية الشاملة التي يشهدها المغرب، فإن هذا اليوم سيخلد هذه السنة تحت شعار الشباب المغاربة بالخارج انتظارات وإسهامات، وذلك اعترافا بالمكانة المتميزة للكفاءات المغربية بالخارج وخاصة الشابة منها في المساهمة في تعزيز وتدعيم المسار التنموي، وكذا الانخراط الإيجابي والفعال في إنجاز الأوراق والبرامج التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب، حيث أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ما فتئ يشيد بالأدوار الطلائعية التي يطلع بها أبناء وشباب مغاربة العالم في إقلاع الاقتصاد ببلدهم الأم، حيث قال جلالته في خطاب لذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2022 كلام جلالة الملك: أما فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب
أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والبعث فخرا للمغرب والمغاربة جميعا. انتهى مقتطف من خطاب صاحب الجلالة والسلام. إن اختيار شعار هذه السنة دليل حي على الأدوار الهامة التي يلعبها الشباب المغاربة بالخارج في تحقيق التنمية المستدامة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والأدوار الرائدة التي يقوم بها لتعزيز إشعاع المملكة على الصعيد الدولي واستعدادها دائما للدفاع عن مقدساته ومصالحه. كما أن ما تعلموه وتلقوه من خبرات ومهارات تقنية وعلمية وفكرية وما ابتكروه وطوروه في الخارج لا يمكن إلا أن يشكل مصدر قوة لبناء المغرب متقدم ومتطور على جميع الأصعدة. ظهرت العالم أجمع بإنجازات كبيرة واستثنائية فقط كل التوقعات والتكهنات، كما هو الشأن في مختلف المجالات العلمية والفكرية والتكنولوجية المتقدمة، حيث أن صاحب الجلالة ما فات يشيد نصر الله ما فات يشيد بهذه الإنجازات في مناسبات عدة، وآخرها ما جاء في خطاب العرش لهذه السنة، حيث قال جلالته كلام صاحب الجلالة: فكلما كانت الجدية حافزة كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات ورفع التحديات. فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجهد وبروح الوطنية دائما ما يتقدم العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كالتي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم بكل فئاته في مسلسل التنمية والإقلاع الاقتصادي للمغرب، فإنه يشكل كذلك مناسبة لاطلاع هذه الشريحة على مختلف مظاهر الرقي والازدهار التي يشهدها الإقليم، وكذا الوقوف على فرص ومجالات الاستثمار المتعددة. وفي هذا الصدد فسيتم خلال هذا اللقاء التواصلي تسليط الضوء على مختلف الإنجازات والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحقيقها من طرف مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المدنية. وأخيرا فإني أنتهز هذه المناسبة لأدعو كل الكفاءات والطاقات المغربية سواء تلك المتواجدة بالمغرب أو التي تعيش للمغرب لمواصلة مساهمتها ودعمها الفعال في تنزيل الأوراق التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، سائلا العلي القدير أن يوفقنا جميعا لدفع الخير لهذا البلد تحت القيادة الرشيدة العاهلة المفيدة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحترم على هذه الكلمة القيمة والتي تم الترحيب فيها بالجانب الغربية بالخارج، كما تم التطرق فيها للدور الهام لمغاربة العالم في مسلسل الانفتاح الاقتصادي والمظاهر الرقي والازدهار التي يشهدها الإقليم، والوقوف على فرص ومجالات الاستثمار المتاحة به. وارتباطا بالموضوع أدعو السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي بالكتابة العامة للإقليم لإعراض حول حصيلة منصة الشباب المحدثة لقرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفضاء مفتوح لاستقبال وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع. فليتفضلوا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من رسول الله وصحبه السيدة العام المحترم الصالح والكرام، الجالية المقيمة من خارج الحاضر معنا، لي الشرف تقديم حصيلة المنجزات وتدخلات المبادرة على مستوى إقليم تردد فيما يخص مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش البلدي الذي أعطي المنطلقة له سنة 2005 بخطاب الملك السامي كان في تاريخ 18 ماي 2005. اليوم نحن في مرحلة ثالثة ممتدة من 2019 إلى 2023 بتوجهات وبرامج جديدة وأولويات من بينها العناية بالشباب، كما جاء في العديد من الخطط المدنية التي تبقى الأولوية هذه. المرحلة الثالثة للمبادرة جاءت ببرامج جديدة تهم البرامج التقنية
يعنون تحت الإدماج الاقتصادي للشباب، وبرنامج رابع دفع استغلال المشكلة الصاعدة مع تحسين المكتسبات التي تم تحقيقها برسم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خلال البرنامج الأول اللي هو تدريب خاص على مستوى المجالات الترابية الأقل تجهيزا، والبرنامج الثاني الذي هو مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة. مجموع المشاريع المبرمجة والتي تم المصالحة عليها برسم المرحلة الثالثة منذ 2019 إلى يومنا هذا 797 مشروعا ساهمت فيه المبادرة بما يزيد على 356 مليون ديال الدرهم بتكلفة إجمالية تزيد على 420 مليون ديال الدرهم. شكرا السيد الكاتب العام على الكلمة. أود أشكركم من خلالكم السيد عميد الدين على المجهودات التي تبذلها السلطة الإقليمية في تشجيع الاستثمار وخلق الأجواء المواتية لها. وفي هذا الإطار ونظرا لطبيعة الإقليم وما يستدعى من المجهودات التي تبذلها مختلف السلطات والمصالح الإقليم وعلى رأسها السلطة الإقليمية، فقد شهد إقليم تارودانت استقطاب مجموعة من الاستثمارات النوعية والهيكلية في مختلف المجالات الاقتصادية، وفيما يلي تقديم موجز حول فرص الاستثمار والممكنات الاقتصادية بالإقليم. إنجاز مع مجموع 779 شركة في مختلف النوعيات تاعها، والمركز الاستثمار فكيحرص على تتبع البرامج من خلال زيارات من مدة 3 أشهر إلى 3 أشهر لتتبع مدة الأشغال تاع المشاريع اللي ما كتجاوزش 18 شهر. بالنسبة لقطاع الماء صاحب الشغل، فمجال التضخم 76120 منخرط، وبنسبة ساكنة قد وصلنا إلى نهاية تقديم العروض، وأدعو الجميع إلى زيارة الأروقة للمزيد من التوضيحات حول الإنجازات النوعية التي يعرفها الإقليم، وكذا إلى حفل شاد على شرف الحاضرين مباشرة بعد الدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من طرف سيد رئيس المجلس العلمي المحلي، فليتفضل مشكورا. كل واحد من اسمه وصفته السادة حضرات حركاته وسكناته، كما يولي ذلك لكل أفراد شعبه داخل المغرب وخارجه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق له ما يرجو في ذلك. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وإحسانك وكرمك يا ذا الجود والإحسان والكرم يا ذا الجلال والإكرام. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا في هذه المملكة الشريفة نعمة الأمن والاستقرار تحت القيادة الرشيدة والسياسة السديدة لمولانا أمير المؤمنين، فالله احفظه بالسبع المثاني والقرآن العظيم، اللهم انصره نصرا عزيزا، اللهم بارك خطواته، اللهم ألبسه رداء الصحة والعافية، اللهم أقر عينه بولي عهده وأقر عين المغاربة جميعا بولي عهده المحبوب الموهوب المولى الحسن، وقوي عضده بسنده المولى الرشيد وبجامع أفراد أسرته وشعبه، إنك على ما تشاء قدير. وأنطر اللهم شآبيب الرحمة والغفران على فقيدي العروبة والإسلام المولى الحسن الثاني والمولى محمد الخامس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم والدينا ووالديكم والمسلمين جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.
هذا اليوم ديال الجاليه فكرنا باش نقدموا لكم مجموعه من العروض على اساس يعرفوا المنجزات على صعيد الاقليم. عندنا دي ستوند اللي غادي نزورهم دابا اللي كاين فيه مختلف المتدخلين وحضور الجاليه المحترمه اللي حاضره معنا، وتيبقى الباب ديالنا على مستوى العمل مفتوح في ميزان نقل المشاريع والنقاط اللي مدرجه اولا بالنسبه للادارات المختلفه. من بعد غادي يكون حفل شيء ان شاء الله، ونبداو غنشوفوا لي ستوند اللي حاضرين معنا ومن بعد حفل شيء. شكرا.